السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعي قناتي وفي حلقة جديدة من حلقات ممثلين زمان ونجومنا الخالدين. هنتكلم عن الفنان الممثل المصري الراحل عاطف طنطاوي. هو من مواليد 10 سبتمبر عام 1950 وتوفي في 9 مارس عام 2018. الفنان الراحل رغم عدم تواجده في أدوار البطولة إلا أنه جسد بعض الشخصيات الهامة في تاريخ الدراما المصرية بعدما شارك في عدد من الأعمال التي لن ينساها الجمهور العربي، أبرزها مسلسلات الليالي الحلمية والزيني بركات وأرابيسك. عاطف طنطاوي هو ممثل مصري من مواليد القاهرة، درس في كلية الخدمة الاجتماعية وعمل في وزارة التعليم العالي وتولى قسم الفنون المسرحية. حاول لعب كرة القدم واختار حراسة المرمى لكنه لم يوفق به. بدأ حب التمثيل في مرحلة الإعدادية وشارك في مسرحيات في المدرسة. بداية مسيرته الفنية في منتصف السبعينات واشتهر بتقديم دور رجل المباحث في المسلسلات التلفزيونية مثل العائلة وليالي الحلمية. قدمه المخرج يحيى العلبي في دور كبير في مسلسل الزيني بركات، وشارك في دوبلاج مسلسلات للأطفال. آخر الأعمال اللي شارك فيها كان الجزء الثالث من مسلسل شطرنج. الممثل الراحل عاطف طنطاوي بدأت شهرته عبر مسلسل ليالي الحلمية في كل أجزائها من خلال تجسيده لشخصية رجل المباحث. كان على موعد مع شخصية ضابط آخر في الدراما في مسلسل العائلة، حيث جسد دور الضابط محسن وشاهده المخرج يحيى العلمي في المسلسل وأعجب بدوره ورشحه لدوره في مسلسل الزيني بركات، وجسد من خلاله شخصية الشهاب الحلوي. الفنان عاطف طنطاوي رحمة الله عليه أفلامه أو من أفلامه اللي شارك فيها فيلم على ورق سلوفان، وفيلم النداهة، محطة الأنس، حكاية في كلمتين، القط أصله أسد، امرأة تدفع الثمن، الساحر. وكان بيعتبر عاطف طنطاوي زميله الفنان الراحل نجاح الموجي صاحب الفضل الأول عليه في دخوله عالم الفن، بعدما تعرف عليه بالصدفة في المعهد العالي للخدمة الاجتماعية وأصبحوا أصدقاء. والموجي هو من سعى له في كل المجالات لأنه كان خجولا، فاعتبره أنه صاحب الفضل الأول عليه. قدم أكثر من 150 عمل فني ما بين أفلام ومسلسلات ومسرحيات وسهرات تلفزيونية، وشارك في أكثر من أوبريت وطني، وهناك أعمال لم يتم رصدها. ومن المسلسلات اللي شارك فيها مسلسل شطرنج وسلسلة دم، اغتيال شمس، عفاريت السيالة، وعائلة الحاج متولي، حلم الجنوب. كنا نتحدث عن الفنان الراحل. وبعدين يا عم هنقول للناس ايه؟ هنحط عينينا في عينين الناس ازاي؟ الممثل المصري عاطف طنطاوي، وهو من مواليد 10 سبتمبر عام 1950 وتوفي في 9 مارس عام 2018. احنا هنتصرف دلوقتي يا معلم. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.